باشمهندس، في حد بيسأل حضرتك يعني ايه سواب؟ احنا في ناس بتتابعنا مش فنيين، في عملاء بتتابعنا، فدايما انا بتلفظ بألفاظ يفهمها فني الصيانة والعميل مش فاهمها، فاكيد اللي بيسأل السؤال ده هو عميل. عملية سواب، احنا عندنا بوردة التليفون، المذر بورد هي دي التليفون. التليفون مكون من مذر بورد وبطارية وشاشة وكابلات بتوصل ما بينهم. لما بيكون المذر بورد، والمذر بورد ده عبارة كأنها ايه، عن طبق شايل الايسيهات، الكنترولرز اللي بتتحكم في الوظائف بتاعة التليفون. فلما مثلا تليفون يقع وقعة جامدة، البوردة دي او الطبق ده معرض ان هو ينكسر لما فني يشتغل ويبوظ البوردة دي، فساعتها بنحتاج ان احنا نبدل البوردة دي. طبعا بوردة الموبايل غير بوردة الكمبيوتر. بوردة الكمبيوتر لو باظت سهل ان احنا نجيب ماذر بورد جديدة، انما بوردة الموبايل لا، مش سهل ابدا ان انت تلاقي بوردة تحطها مكان البوردة بتاعتك، لان كل بوردة لها سيريال نمبر خاص بيها، وممكن البوردة اللي انت هتشتريها دي تكون مسروقة، وهي اولا ما بتتباعش جديدة. يعني اي حد هيجيب لك بوردة فهي عبارة عن تليفون مستعمل او تليفون متصلح. فالمهم، لما نيجي نعمل سواب للبوردة فاحنا بنجيب بوردة تانية وننقل مجموعة من القطع هنا نحطها على الطبق الجديد او على البوردة الجديدة، لان البوردة دي مثلا فيها خرم، مثلا فني عمل فيها خرم او فيها قفلة في البوردة نفسها. كلمة سواب يعني احلال، وكلمة سواب مقصود بيها بورد سواب او ماذر بورد سواب، ان احنا بنشيل القطع اللي عليها السيريال نمبر من التليفون اللي بوردته بايظه نحطها على بوردة تانية سليمة، وبكده نشغل التليفون. ده معنى كلمة سواب او بورد سواب. سواب يعني تبديل او احلال. التبديل ده بيتم في البوردة، ما بيتمش في الايسيهات. لو عندك معالج تالف خلاص كده ما ينفعش نعمل بورد سواب. لو عندك جهاز عليه اي كلاود ما ينفعش تعمله بورد سواب، لان الحاجات دي متعلقه بالسيريال نمبر بتاع الجهاز، ما ينفعش نغير سيريال نمبر الايفون. والسواب ده بيتعمل في الابل وغير الابل، الاندرويد يعني. وعمليه السواب دي بتكون ضروريه جدا للي جهازه بايظ ومحتاج الداتا بتاعته. لو حد بوظ لك جهازك او بوردتك وقعت في ميه او الجهاز وقع من برج خليفه زي ما بنقول، فبناخد القطع بتاعتك من على البوردة التالفة نحطها لك على بوردة تانية سليمة، وبكده بيرجع التليفون يشتغل والداتا بتاعتك بتكون موجودة.